لو حسبنا يعني إجمالي المباريات التاريخية اللي جمعت بين مصر وإسبانيا على مر التاريخ من سنة 55، بداية بدورة البحر المتوسط وكأس البحر المتوسط، ثم كان هناك مباراة ودية طبعا شهيرة في 2006 بقيادة المعلم كابتن حسن شحاتة، وأيضا في الأولمبياد في طوكيو وفي باريس. يعني هم 8 مباريات. هنستعرض ونقول التاريخ، لكن خلينا أولا نشوف بداية هذه المباراة كيف ستسير الأمور، كيف ستسير المباراة في بدايتها. على اليمين منتخبنا الوطني المصري بالزي التقليدي بالأحمر والأبيض، وإسبانيا اليوم على اليسار بالزي البديل بالفانيلا البيضاء والشورت الأحمر. دين هاوزن يتقدم للأمام، عدى نص الملعب، تراجع من جانب منتخبنا. ما زلنا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ومرور أول من الجانب الأيسر. بايات لعبة خطيرة جدا والتسديدة، لكن التصدي الرائع. بدأنا يامال. أول محاولة من لامين يامال، حب يلعبها بليسنج كده في البعيدة بالطريقة الشهيرة، لكن راحت بعيدة وأعلى من العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى مصرية دي لا فوينتي. لكن المرور من الجانب الأيسر كان عن طريق باريني، عدى بشكل جيد الحقيقة ومشي، وكانت هجمة بالفعل فيها خطورة كبيرة، لكن مرت بالسلام على مرمى منتخبنا. ضربة حرة مباشرة في مكان خطير جدا، في مكان مميز جدا. وفا في المرمى، كل التركيز. نعم المباراة ودية تحضيرية، لكن احنا يعني هو اختبار لينا، اختبار قوة الحقيقة. ادي الكرة، الضربة الحرة وزحمة ومرة تاني واتلعبت، لكن لمست وخرجت الى ضربة ركنية مرة اخرى الفريق الاسباني. وطبعا معاهم ريميرو ومعاهم جارسيا كمان. ادي الكرة تلعب عالية، مصطفى يلعبها بقبضة ايده، حكم اللقاء يصفر خبطة في الراس، حكم اللقاء اوقف اللعب. سلامات لياسر، خد خبطة في راسه كده ياسر ابراهيم، لكن سليمة ان شاء الله ويقوم ويكمل بلا مشاكل. ادي مصطفى شوبير بيطمن على ياسر ابراهيم، واقف معاه كمان حكم اللقاء زي ما بقول لحضراتكم، دولي من عام 2013. وكان أدار سيمي فاينل تحت 19 سنة. عدى إمام، يحتفظ بالكرة إمام، ما تروحش الكرة، لكن راحت، طالت الكرة من إمام عاشور، وقع على الأرض، وحكم اللقاء يشير بالاستمرار. يامال وانفراد ويخرج شوبير، لكن في أوفسايد، في تسلل. خروج رائع في توقيت جيد. فران توريس حاول إنه يعديها ويفوتها، لكن تدخل شوبير وتدخل الدفاع، وفي النهاية اتضح ان في تسلل اصلا على توريس ولا على مين. هنشوف لحظة لعب الكورة. ادي لامين يامال بالفعل على فران توريس. لحظة لعب الكورة كان فران توريس متسلل، لكن شوف خروج مصطفى، خارج مصطفى مركز وخارج، وفي التوقيت يعني توقيت الخروج. استلام مرة تاني من موسكيرا، يبدأ الهجمة في الجانب الأيمن مع يامال بخارج القدم كالعادة. داني أولمو خطيرة جدا الكرة، لكن تدخل في توقيت عبقري، تدخل في توقيت مثالي من مهند لاشين. تخيلوا لو الكرة دي عدت ومرت ولقاها فران توريس بتتهادى امامه زي ما شفنا كده، لولا تدخل مهند لاشين في شوف داخل وعارف. ادي لامين منير نصراوي إيبانا يامال، الأب مغربي والأم من غينيا الاستوائية، لكن هو بيدين بالفضل وبيعشق حقيقة طبعا جدته فاطمة نصراوي السيدة الشهيرة اللي بتظهر معاه دائما في كل الصور، في كل المناسبات وفي كل الأحداث. يعني لامين يامال، زيزو يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، لكن يبعدها الدفاع. مروان عطية يردها تاني، مرموش جوه منطقة الجزاء ومحاولة، لكن ضاعت الكرة. شمال زيزو بيحاول يمر، يلعبها يسلمها لإسلام عيسى، لمسة والتانية على طول لإمام عاشور، انطلاقة من إمام، عدى إمام يحافظ على كرته. إمام هيشوط إمام يمررها لمرموش على حدود منطقة الجزاء، يحافظ على كرته. ليه يا قائم، ليه تحرمنا من هدف أول عالمي من البرنس مرموش؟ بداية الهجمة من أولها روعة ما بين زيزو وإسلام وفتوح وإمام عاشور، وفي النهاية تصل لمرموش. كان لازم تخلص بجول،
كان لازم تخلص بهدف، لكن الهجمه للمنتخب الاسباني جوه منطقه الجزاء. باريني 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 عرضيه لكن راحت لمصطفى الجاهز والمستعد لتلقي الكره العرضيه لاندر بارينيتشيا. ادي اوفا في حراسه المرمى المصري، وادي الكرة. نشوف اعادة كرة مرموش تاني بقى. ادي الكرة العرضية هو اللي مسكها مصطفى بثبات وبثقة. نشوف يا ريت يعني نشوف اعادة كرة مرموش بين الشوطين، ومع بداية الشوط الثاني هيدفع بقى برودري وبيدري وكل اللي بيجروا عمليات الاحماء دي بالمدفعية الثقيلة بقى، اللي كلهم بيسخنوا بره الملعب كده زي ما احنا شايفين. اتلعبت الكرة خطيرة جدا خطيرة جدا، عرضية يا حمدي يا حمدي، رائع رائع حمدي فتحي، روعة وكالعادة كله من الجهة اليسرى. شوف التقدم، شوف الانطلاق، شوف الاختراق. لامين يامال أشركه دي لافوينتي، لكن أعتقد أنه سيكتفي بهذا القدر من مشاركة لامين يامال، وهيكون أحد الخارجين، وهنشوف مين اللي هينزل مكانه. ممكن يبقى فيكتور مونيوز مثلا. وبالفعل في هذه اللحظة حكم اللقاء البلغاري السيد جورجي كاباكوف يطلق صفارة نهاية الشوط الأول في هذه المباراة الودية الدولية العالمية. مصر تفرض التعادل على إسبانيا في النصف الأول من هذه المباراة. شكرا مرة أخرى للزميل العزيز الإعلامي اللامع سيف زاهر وضيوفي الكرام، كباتن الكبار، كابتن حازم إمام، كابتن محمد فضل، كابتن عماد متعب، ومستر خوان كارلوس جاريدو. نعود من جديد أصدقائي المشاهدين، مشاهدي قنوات اون سبورت، أحباء كرة القدم في كل مكان. نعود إلى برشلونة، إلى كاتالونيا، تحديدا إلى الكورنيا البراد، ملعب RCDA. نتابع أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة الودية الدولية. انطلاقة جريمالدو كان عامل شوط أول كان خطير جدا ومميز جدا، وكان فاتح جبهة خطيرة. ادي فيكتور مونيوز، لكن يخلصها مروان المرة دي، زي ما نجح حمدي فتحي وياسر ابراهيم في الشوط الاول في التغطيه الممتازه اكثر من مره، ومهند لاشين ايضا. المره دي ياتي الدور على مروان عطيه عشان يقابل الكره العرضيه ويبعدها ويبعد الخطوره بكل الرغبه في الوصول لمرمى منتخب مصر باي شكل وباي طريقه. واضح ان دي لافوينتي حتى من ردود افعاله في الشوط الاول كان واضح عليه كده. ادي كره وتسديده شوبير، رائع مصطفى. ادي الكرة التسديدة كالعادة من فران جارسيا توريس، لكن مصطفى شوبير بالمرصاد. اوفا واقف في مكانه ثابت، ينزل على ركبه ويمسك كورته بثبات. ادي الكرة مرة تانية الى فيكتور مونيوز على حدود منطقة الجزاء. خلي بالك خلي بالك يا ولد، مصطفى شوبير يطلع والكرة تخبط فيه وتغير اتجاهها وتخرج الى ضربة ركنية. هدف مؤكد بيضيع من المنتخب الاسباني بعد اختراق وبعد محاولة. ادي الاستلام ودخل جوه منطقة الجزاء، راحت خدمته الكرة، خدمته واتصلحت، وعلى قدمه اليسرى فيرمين لوبيز، لكن شوبير اوفا بالمهارة المعروفة. والكرة تاني فيرمين على حدود منطقة الجزاء، اتلعبت عالية في لمسة يد ولا ايه؟ مصطفى ينقذ وضغط رهيب، وتريزيجيه مطالبة بضربة جزاء وحكم اللقاء يرفض. تتلعب الكرة، الضغط الاسباني رهيب، يخلصها مروان، ترجع الكرة مرة تاني، استلام من تريزيجيه. لازم نخف الضغط ده شوية يا رجال، لازم نخف الضغط ده شوية. طلعت الكرة بره الملعب، حكم اللقاء اوقف اللعب. خلينا نشوف الاعاده دي، فيها لمسه يد اعتقد، يعني هي مفيش فار، هو المباراه بقول لكم بلا فار، لكن تالق غير عادي ويستمر التالق من مصطفى شوبير ما شاء الله. ادي الكرة اهي، لا والله في صدره، لا في صدره، خدها بيدري، خدها بصدره، لكن تالق مصطفى يمنع بيدري من تسجيل اول. لازم زي ما بقول لازم نحاول ان احنا نخف الضغط ده شويه، نمسك كرة شويه، نحاول يعني نخف الضغط على الدفاع. مصطفى تاني يتألق، ترجع الكرة وتتلعب اماميه الهجمه المرتده، لكن لا تكتمل. يعود الضغط، تعود الركنيات، يعود موسكيرا للتقدم. ما تحتكش معاه بقى، يعني تريزيجيه شفنا الخناقه اللي كانت من شويه، بلاش احتكاك. ادي الكرة اتلعبت مرة تانية على حدود منطقة الجزاء، ترجع مرة أخرى
استلام من بورو، عرضية عالية داخل منطقة الجزاء وفي أعلى الشباك من جانب قلب الدفاع اللي كان متقدم في الضربة الركنية، وفضل متقدم في استكمال واستمرار الهجمة. موسكيرا يطير لفوق، موسكيرا وتطلع الكورة بره الملعب، ولا موسكيرا، هو موسكيرا يطير لفوق. ضربة حرة بيدري بالقدم اليمنى، لا والله سابها، اتلعبت، لكن مصطفى الشوبير يطلع على طول بقبضة ايده ويبعدها، تترد الكرة مرة تانية على الارض من جانب إجليسيوس، والرأسية ورودري كان متقدم لكن تصل سهلة، تطلع الكرة بره الملعب. اتلعبت الكرة تاني امامية وانطلاقة عرضية خطيرة جدا جوه منطقة الجزاء، حذاري من التسديدة لكن مشيت الكرة بالعرض، تصل من جديد بينو وبرجله اليمين رودري، والتسديده يطير عليها شوبير والكره تمر بجوار القائم وتخرج الى ضربه مرمى. دخلنا في المنعطف الاخير لهذه المباراه، المنحنى الاخير، اخر ربع ساعه. ايه بقى؟ ايه الكوره؟ ادي كوره مرة أخرى على حدود منطقة الجزاء، فرصة للتسديد لكن اتلعبت لإجليسياس، يحاول ياخدها لنفسه، بورخا يسقطها ومصطفى يطير عليها وتخرج، ما لمسهاش، هو أمن الموقف وأمن الكورة وشبك في الشبكة بعد كده، لكن هيقوم ويسلك نفسه بلا مشكلة. لكن شوف إجليسياس في تسلل ولا إيه؟ فيها والله فيها، يعني الراجل ما رفعش وبورخا إجليسياس يعني حب يسقطها كده لحظة تقدم مصطفى لكن تعلى فوق العرض. بورخا إجليسياس طبعا نجم سيلتا فيجو، وكان في بورخا بقى، يعني لو تفتكروا كان في بورخا بس يعني نجم الخفافيش، نجم فالنسيا، وكان في إجليسياس برضه، خوليو إجليسياس يعني المطرب والمغني الشهير، وكان حارس إجليسياس. واللعب المباشر خطيرة جدا ومصطفى وحمدي، ثنائية مصطفى شوبير وحمدي فتحي تمنع بينو من الوصول للكرة ويجبروه على انه يترك الكرة، وان الكرة تطول منه بهذا الشكل ويسقط خارج الملعب. لا فيها فاول، لا فيها خطأ، لا فيها تدخل من اي نوع، هم فقط منعوه من الوصول للكرة بذكاء. حمدي وخروج اوفاي، والضربة الحرة هيلعبها بينو، لا يسيبها، العارضة والرأسية فين زحمة رهيبة واستبسال من جانب حسام عبد المجيد. أول لمسة لحسام تأتي في صورة هذا البلوك وهذا التصدي، ينزل على الأرض والتسديدة تخبط في حسام وتتحول إلى ضربة ركنية إسبانية. حط فيها إيده تسديدة جريمالدو الظهير الأيسر، نجح في الحصول على ضربة ركنية هتتلعب من الجانب الأيمن. بورخا إجليسياس صاحب المحاولة الخطيرة اللي مرت فوق عارضة المرمى المصري. حذاري من الرأسيات، حذاري من رأسيات موسكيرا، حذاري تقلش، وزحمة رهيبة جدا وياسر إبراهيم ويبعدها الدفاع. في النهاية الكرة الأخيرة في المباراة، الضربة الركنية الإسبانية عالية وأوفا، تخبط الكرة وترجع تاني وتطلع بره، وخلاص الفرصة الأخيرة والكرة الأخيرة. الصمود المصري يتواصل ويستمر ب10 لاعبين، وبالفعل في هذه اللحظة كما بدأت كما انتهت، لكن لا، مع اختلاف الأحوال. دي لا فوينتي في سلامه على حسام قبل المباراة مختلف عن دي لا فوينتي في سلامه على حسام بعد الصفارة النهائية وبعد نهاية هذه المباراة.